ويا أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا في أي وقت وكل مكان. معاكم ياسمين غبارة وحلقة جديدة من حلقات سكة قراية بلس. حلقة النهاردة هنتكلم عن كتاب غالي عليا جدا ومن الكتب اللي مش بفرط فيها أبدا، وده لأني برجع كل فترة أقراه تاني، وهو كتاب سيرة ذاتية اسمه سجن العمر لتوفيق الحكيم. هذه الصفحات ليست مجرد سرد وتاريخ لحياة، إنها تعليل وتفسير لحياة. إني أرفع فيها الغطاء عن جهازي الآدمي لأفحص تركيب ذلك المحرك الذي نسميه الطبيعة أو الطبع، هذا المحرك المتحكم في قدرتي الموجه لمصيري. توفيق الحكيم بيتساءل في هذا الكتاب عن أسباب وجوده كإنسان بالكيفية اللي هو موجود عليها، وبيوضح حالة الصراع اللي بيعيشها بين اللي هو عايز يعمله أو شايف إنه ممكن يعمله، وبين طبيعته اللي هو متكتف جواها وميوله اللي بتتحكم فيه وبتخليه يتوقف أو يتراجع عن كتير من مشاريع حياته. لما يحس إن هو سجين لطبعه فيتغاظ من نفسه ويتساءل هو ليه كيانه متكون بالشكل ده. قرر توفيق الحكيم في الكتاب ده إن هو يجاوب على السؤال بإنه يكتب كتاب ويطلع فيه الفكرة اللي شغلته بخصوص طبعه وكيانه، اتكون إزاي، اتأثر بإيه بالظبط، ويشوف هو طبعه ده أثر على حياته وتحكم في قراراته واختياراته إلى أي مدى. كل التفكير والتفسير والتحليل خرج في صورة كتاب سجن العمر إصدار دار الشروق. بيبدأ توفيق الحكيم الكتاب من أكتر نقطة بحبها في كل كتب السيرة الذاتية، المنبع والأصل، الأم والأب. يحكي لحظة ولادته كما وصفت له، وإن هو اتولد في يوم ما كانش أبوه موجود فيه، كان مسافر في شغل، أمه ولدته في بيت خالته الكبيرة في اسكندرية في حي محرم بك. وكاتب توفيق الحكيم نص التلغراف اللي بعته جوز خالته لأبوه يبلغوا فيه بولادة ابنه توفيق الحكيم، اللي وصفه جوز الخالة بأنه شبه أبوه جدا مش ناقصه غير الشنب. ومن التلغراف ده بيعرفنا توفيق الحكيم على شخصية جوز خالته الفكاهية والتناقض الكبير اللي كان بين خالته وبين جوزها. خالته اللي كانت مشغولة دايما بخرافات وتقاليد شائعة بين نساء جيلها في الوقت ده، في حين إن زوجها كان متعلم وتفكيره مختلف، وده خلاه دايما يبعد ويقضي معظم وقته في مجالس السهر وسط أصدقائه. ومن عند شخصية الخالة يبتدي توفيق الحكيم يحكي لنا بقى عن شخصية والدته اللي كانت عكس أختها برضه، لأنها اتعلمت القراءة والكتابة، وده من كتر حبها في القصص اللي كان ابن خالتها بيحكيها لها. ولما لاحظ ابن الخالة شغفها بتعلم القراءة والكتابة، أقنع أهلها بأن هو يجيب لها شيخ يحفظها القرآن في البيت، وده خلاها تتقن القراءة والكتابة. ويحكي توفيق الحكيم عن أهم خصلة وصفة في شخصية والدته، وهي طبعها الحديدي، شخصيتها القوية جدا اللي خلتها تصمم إنها تتعلم القراءة والكتابة بالشكل اللي يمكنها من إنها تقرأ القصص والروايات اللي بتحب تسمعها. وبسبب حبها للروايات دي وإصرارها على التعلم أصبحت متنورة ومختلفة عن معظم نساء جيلها، واستمر معاها الطبع والإرادة الحديدية والشخصية القوية المسيطرة، وده عكس والده تماما اللي كان بيحكي عنه توفيق الحكيم من خلال الحاجات اللي كان بيكتبها والده في نوتة في مكتبه، أحداث وتواريخ بيستدل منها توفيق الحكيم على مسار حياة والده ووالدته في بداية حياتهم، وبيستدل منها كمان على تفكير والده وطبعه اللي كان كثير الكتمان قليل الكلام، وكيل نيابة بينتقل بحكم شغله من بلدة إلى بلدة. وكان والده من أشطر طلاب مدرسة الحقوق، كان لما يدخل على أصحابه يقولوا يا مرحبا بالفلسفة. كان دايما بيغلب أصحابه بسرعة الرد وارتجال الشعر. وتوفيق الحكيم كان عنده أيضا روح الفلسفة دي قوية في كتاباته زي والده بالظبط. الكتاب ده نفسه سجن العمر قراره بمحاولة تحليل وتفسير طبعه هو نوع من الفلسفة. ولما تيجي تقرأ الكتاب هتلاقي عبارات كتير تبعث على التفكير والتساؤل والاستنتاج، زي مثلا لما كان بيحكي عن لحظة ميلاده ويفكر في ماذا لو كان الإنسان مدرك وواعي في لحظة ميلاده، ويقول ترى ماذا كان يحدث لو أننا واجهنا الحياة بعقول مدركة منذ اللحظة الأولى؟ كان يحدث العجب، كنا نفقد عقولنا للفور من هول الأعجوبة وعجوبة الحياة، ولكن الحياة تنكشف لنا على مهل، سترا بعد ستر، حجابا بعد حجاب، تتمزق من حولنا الأغلفة غلافا بعد غلاف، فنعتاد الحياة ونغفل عن الأعجوبة فيها. أو لما يسمع توفيق الحكيم من والدته كلام يشك في صحته عن إنه اتولد من غير ما يعيط، وإنه كان مفتح وبيبص على نور اللمبة اللي في الأوضة، وتنسج والدته حول ولادته الأساطير، ويتكلم بشكل مازح وفكاهي عن كلام والدته وإزاي إن كل أم شايفة ابنها وكأنه معجزة جاءت بها الحياة. ويختم ده بمقولة فلسفية جميلة بتقول ساعة نولد وساعة نموت، ساعتان يلعب فيهما خيال الآخرين لأنهما ليستا في حوزتنا.
وينتقل توفيق الحكيم من تحليله وسرده لشخصية وطبيعة والده ووالدته إلى شخصيته هو بقى، تكوينه اللي بدأ بحب شديد للفن، خصوصاً للقصص والروايات اللي بدأ تعلقه بيها من لما كانت أمه تعبانة في فترة في حياتها، فكانت بتقضي وقت طويل في السرير، وعشان تتسلى في الرقدة الطويلة دي كانت بتجمعهم حواليها ولادها ومامتها وتبدأ تحكي لهم القصص والروايات اللي قريتها وهي صغيرة. كان عندها مهارة في الحكي خلت توفيق الحكيم مستمتع وشغوف بالأدب. ولما خلاص خفت الأم وانتهت فترة المرض قامت وانشغلت بشؤون حياتها وبطلت تحكي لهم القصص. لكن فضل توفيق الحكيم محب للأدب، وبدأ يمسك هو القصص والروايات اللي والدته كانت بتقراها وتحكيها لهم، بدأ يمسكها بنفسه بحثاً عن المتعة اللي كان بيحس بيها لما كان بيسمع حكاياتها. واكتشف بعدها من خلال المدرسة هواية جديدة هي هواية الرسم، وبيحكي إنها كانت بتملأه بشعور غريب من السعادة. لكن ما استمرش في الهواية دي كتير، لأن ظهر شيء عجيب بالنسبة له استحوذ على كل اهتمامه، ألا وهو الموسيقى. بعد الموسيقى عرف المسرح، عرفه من حكايات زميل له في المدرسة الابتدائية، وطلب توفيق الحكيم من أهله ياخدوه مسرحية للشيخ سلام. ويحكي توفيق الحكيم إزاي نسافر بعد الفترة دي نتيجة شغل والده إلى دمنهور، وانقطعت وقتها صلته بالفن، فما لقاش قدامه غير القراءة، ورجع يلتهم كتب المغامرات والقصص بشكل ناهم جدا عشان يشبع الحاسة الفنية اللي عنده. وهنا بيحسد توفيق الحكيم أبناء الأجيال اللي بعده اللي بيقروا براحتهم كل أشكال الأدب، وبيعلق على إن المجتمع بيعتبر ده شيء إيجابي وحلو، في حين إن في زمنه هو كان توفيق الحكيم بيستخبى من والده وهو بيقرأ كتب القصص والروايات، مع إنه بيحكي إن الكتب دي حسنت جدا من لغته العربية وقتها، خصوصا المترجم منها على إيد الشوام اللي كان لهم أسلوب رائع في الترجمة. لكن والده كان بيعتبر النوع ده من القراءة مضيعة للوقت، وإن أحسن له يقرأ أمهات الكتب. فكان توفيق الحكيم وهو بيقرأ القصص دي بيستخبى دايما، لدرجة إنه هو دخل بأحد القصص تحت السرير في مرة عشان يقرأ من غير ما والده يشوفه، وكان معاه شمعة بيقرأ على نورها، لكنه استغرق في القراءة وما حسش بالوقت. انتبه فجأة على إن أهله بينادوه بقالهم فترة ومش لاقينه، فطلع بسرعة من تحت السرير وساب الشمعة. وبعد شوية فوجئوا بالجيران بيخبطوا على الباب وبينادوا بإن في حريقة في بيتهم، ودي كانت كارثة لكن انتهت على خير، وأهله ما عرفوش أبدا سبب هذه الحريقة. وفضل يقرأ توفيق الحكيم في الخفاء، وده كان بيخليه يقرأ كتير في ضوء خافت. بدأت عينه توجعه وفضل مكمل قراية، لحد ما في مرة أهله لقوا عينيه مليانة لون أحمر بشكل يخض، وطلع حسب تشخيص الدكتور وقتها إن عينه أصابها رمد صديدي. حاول الدكتور يعالجه لكن العين لم تستجيب للعلاج، وفي الوقت اللي فقدوا فيه الأمل إن العين تخف قال لهم الدكتور إنه يمكن لو حد سهر على العين دي نظفها ويزيل عنها الصديد كل دقيقة ده ممكن العين تستجيب وتخف. فضل أهله يفكروا مين فيهم ممكن يقدر يفضل سهران طول الليل من غير ما يغمض لحظة. تطوع للمهمة دي الحلاق اللي في المنطقة عندهم، ويحكي توفيق الحكيم إزاي فضل حاسس بحركة تنظيف العين طول الليل من غير أي فترة توقف واحدة، لحد ما طلع الصبح وشاف الدكتور عينه فانشرح وانبسط جدا وطمنهم إن العين بدأت تتحسن. كل دي مراحل لتطور حب توفيق الحكيم للفنون بصفة عامة، لكن بداية تعلقه الحقيقي بالفن وندهته بقى النداهة كان لما سافر اسكندرية عشان يكمل دراسته الثانوية، وتعرف هناك على السينما. أول ما نزل من محطة القطر شاف سينما قدامه عليها إعلانات متلونة كبيرة، انبهر. وفي الوقت اللي خالته وجوزها كانوا مستنيين وعارفين ميعاد وصول القطر بتاعه الساعة 3، هو دخل بقى الساعة 3 السينما، طلع الساعة 6، والدنيا في بيت خالته اتقلبت لحد ما لقوه داخل عليهم بيقول لهم أصل القطر اتأخر. لكنه حس إن زوج خالته ما صدقوش بس عدها له. مش بس السينما اللي انبهر بيها توفيق الحكيم في اسكندرية، كمان المكتبات اللي كانت بتأجر كمية كبيرة من الروايات بأجزائها الكاملة بمبالغ بسيطة. كان زي ما تكون اتفتحت له طاقة القدر، انهمك في الفرجة على الحلقات الأمريكاني اللي كانت بتتعرض في السينما وقتها، قراءة القصص والروايات، وكل ده كان سبب في إن مستواه يبقى ضعيف، خصوصاً في مواد العلوم والرياضيات اللي كان مش شاطر فيهم قوي، واضطر إن هو يعيد سنة في دراسته الثانوية، لحد ما في مرة والده ووالدته قفشوا عليه جامد بسبب تأثير السينما على دراسته. ولولا جدته اللي توسطت له وتعهدت قدامهم بأن توفيق الحكيم مش هيدخل سينما إلا لما يخلص دراسته الثانوية، ما كانش الموضوع عدى على خير. وفعلا وفى بوعده وما دخلش السينما، لكنه اتجه للمسرح، مش بس يتفرج على مسرحيات، لكن ده كمان كان بيألف مع زمايله أو يترجموا مسرحيات ويمثلوها قدام أصدقائهم وجيرانهم. ولما خلص دراسته الثانوية كانت أول مرة يدخل سينما تاني مع أول سنة في كلية الحقوق. ويحكي كمان إزاي إنه في السن ده قراءاته اختلفت، فما عادش بيقرأ روايات ومغامرات، لكن استهوته جدا كتب الفلسفة. ومن المهارات اللي اتعلمها توفيق الحكيم في أول سنة في الحقوق
هو تعلمه للغة الفرنسية بشكل جاد في أول أجازة صيف في الجامعة، وده بعد ما سقط أول سنة في الحقوق بسبب ضعفه في اللغة الفرنسية اللي كان مكتوب بيها مراجع القانون اللي بيذاكروا منها، واكتشف إنه من غير لغة فرنسية متينة هتكون دراسة الحقوق صعبة جدا، فتعلمها كويس ومشي في الدراسة. مش بس كده، ده أصبحت اللغة الفرنسية هي لغة يقدر يقرأ بيها كتب الأدب الفرنسي أو أي كتاب يحب يقرأه مكتوب باللغة الفرنسية، ودي كانت إضافة كبيرة لشخصيته والقراءاته. بدأ بعد كده مرحلة المسرحيات، بدأ يألف المسرحيات ويترجم، أو زي ما بيقولوا يعمل عملية تنصير للمسرحيات الأجنبية، كانت بتشتريها المسارح وتعرضها، وده كان منتهى أمله وقتها، أو زي ما قال: كنا كلنا من الهواة المجاهدين، وإذا كنا ننتظر أجرا فما ذلك لأنه يسمن أو يغني من جوع، بل لأنه يشعرنا على الأقل بوجودنا وبأهميتنا في نظر أنفسنا. هذا العمل كان قبل كل شيء يسرنا نحن ويغمر قلوبنا بالسعادة والمتعة. كتاب سجن العمر هو رحلة لتكوين شخصية أديب ومفكر وإنسان بسيط، بيسردها طول الكتاب في محاولة لمراجعة تكوينه وشخصيته، في محاولة للتذكر دور كل مرحلة وكل شخص في تكوين الشخصية دي، بيحاول يلاقي مبرر لما هو عليه، لكل حاجة اختارها وعاشها، بيحاول يوصل لأسباب طبعه وشخصيته المنطوية إلى حد ما، عكس تماما أخوه اللي كان شخصية منطلقة. ويتأمل توفيق الحكيم في آخر الكتاب اختلاف شخصية أخوه عنه والفرق الواضح بينهم، وإزاي إن أخوه كان دايما متأنق، بيقتني عدد كبير من البدل، بطل في السباحة، ولد مخلص كده وعفريت، له مغامرات كتير وله شلة. توفيق الحكيم كان معجب بأخوه المنطلق في الحياة، وكان بيتمنى إنه يبقى شبهه في حاجات كتير، ويحكي إن الفترة اللي جمعتهم بشكل حقيقي في الحياة هي الفترة اللي كانوا فيها شباب بيدرسوا في القاهرة، كانوا مقيمين في نفس الشقة مع بعض، ويحكي إزاي إن هما بعد ما فرقتهم الدنيا وكل واحد مشي في طريق ما كانوش بيسألوا على بعض كتير، من غير ما ده يأثر على حبهم لبعض. توفيق الحكيم ما كانش بس مختلف عن أخوه ولا عن كل زمايله، هو عموما إنه هو صغير ما كانش له في أي حاجة غير الفن، يعني ما كانش بيجري ويلعب مع العيال في الشارع، ولما مرة أهله شافوه بيجري مع الولاد وبيلعب استغربوا، لكن عرفوا بعدها إنه كان بيلعب معاهم عشان يرضوا ياخدوه فرح في عيلتهم هيكون فيه غنى وسكتشات كوميدية، ولا حتى كان بيلعب مثلا كورة شراب، كان بيستغرب منها جدا وبيشوف إنها لعبة كلها بهدلة وعفرة وتراب وملهاش أي لازمة. حتى لما كبر أكتر بيحكي إنه ما كانش يحب مثلا لعب الطاولة والبلياردو، ولما كان يقعد مع زمايله على القهوة كان يحاول يخليهم يبطلوا لعب طاولة ويدخلهم في أي نقاش حول أي موضوع، لكن لما كان بيفشل في ده كان بيقعد يتفرج عليهم ويسرح بخياله في أي فكرة. ويعلق توفيق الحكيم على كل ده بإنه ندمان عشان ساب نفسه من غير لعبة يحبها أو ينشغل ويتسلى بيها، وطول الكتاب بيحكي عن طباعه، يندهش منها، يندم على بعض اختياراته، ثم يسلم الأمر. يمكن الطبع الأساسي اللي كان يبدو من كتابته إنه فعلا مقيد بيه أو متضايق منه هو فكرة عدم التواصل مع الناس، مع إنهم بيكونوا دايما ناس بيحبهم جدا وغاليين عليه، لكنه كان بيلاقي صعوبة في استمرار التواصل مع حد. ممكن صديق له يتعب فما يسألش عليه ويزوره بشكل متكرر كما ينبغي، ولما حكى عن واقعة من النوع ده مع صديق مقرب ليه يعلق عليها ويقول: كان يعرف شعوري على البعد ويعرف طبعي السيء ويغفره لي. وبيحاول يلاقي لشخصيته منطق وسط الاختلاف الواضح بين طبع والدته ووالده. والده كان هادي بيميل للعزلة، ما يروحش حفلات ولا تجمعات، ووسيلته الوحيدة للترفيه كانت المشي لمسافات طويلة، عكس والدته اللي كانت جياشة بالمشاعر، معتدة بنفسها، محبة لاهتمام الناس والتواجد في التجمعات. بيتكلم توفيق الحكيم عن التناقض ده ويقول: بين هذين النقيضين ورثت حالة حيرة بين الرضا بالضوء والنفور منه، دون أن أدري لماذا أرضى ولماذا أسخط. كان توفيق الحكيم كتير بيعتذر عن اجتماعات وحفلات، وحتى لما يبقى فيه عرض المسرحية هو كتبها كان بيلاقي في نفسه صعوبة عشان يروح يحضرها وإنه يبقى وسط الناس وتحت الضوء، لدرجة إن الناس كانت بتفتكر إن هو قاصد ده، لكنه في الحقيقة وزي ما عبر بوضوح كان بيتضايق من طبعه ده، وكان شايف إنه اتحرم من حاجات كتير بسبب رغبته في البعد والانزواء. ويمكن أكتر مقطع في الكتاب كان بالنسبة لي هو الوصف الأقرب لحقيقة شخصية وطبيعة توفيق الحكيم، هو لما قال: إني في أغلب أحوالي قاعد هامد في حوار دائم مع نفسي، في حركة دائمة داخل عقلي، أفك الكون وأركبه، ولكن جسمي لا يتحرك كثيرا، لدي القدرة على أن أجلس بالساعات بمفردي لا أصنع شيئا. وبكده مستمعينا نكون وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة عن كتاب سجن العمر للكاتب والمفكر والأديب المهم توفيق الحكيم.
كانت معاكم ياسمين غبارة، أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. نتقابل على خير الحلقة الجاية في سكة قراية بلس.